من توفى، وأن يتم نعمة الصحة والعافية على من هو موجود بيننا. بكل تأكيد هذه الأسماء لها مكان ولها وقع في النفس، بذلت حقيقة واتصفت بصفة الإيثار، كانت يعني مبادرة في كل ما يخدم المصلحة العامة لكرة تحديدا على وجه الخصوص كرة القدم على مستوى منطقة الخليج. ومن هذا المنطلق حقيقة بكل المناقب اللي ذكروها الزملاء حقيقة ذكروا أشياء جدا مميزة، وأخوي خالد سلمان ذكر نقطة مفصلية في بطولة كأس الخليج، وأنها هي الابن البار لدول الخليج في اكتشاف المواهب وتقديمهم على الساحة الرياضية، وبالتالي وصولهم إلى مراحل جدا متقدمة. واليوم حنا الرياضة هي صناعة، وكرة القدم اختلفت من الهواية أصبحت هي مصدر رزق، وأيضا انتقلت إلى مراحل متقدمة جدا. اليوم حنا نشوف النصر كيف يحتفل بكريستيانو رونالدو، احتفال عظيم واحتفال باهي جدا. أنا أقول يجب أن نركز على مثل هذه الأمور، وعلى المسؤولين والمهتمين في الشأن الرياضي على مستوى منطقة الخليج أن يحتوون مثل هذه البطولة، وأن يرفعون من مستواها، وأن أيضا يأخذون أيضا المبادرة في تثبيتها، وأيضا رفع مستواها من خلال إحداث أيضا ابتكارات مهمة جدا ترفع من قيمتها الفنية والقيمة السوقية والقيمة المجتمعية. كل مثل هذه العناصر أنا في اعتقادي أنها نقاط مهمة جدا تحافظ على مثل هذا المكتسب اللي قدم لنا نجوم حقيقة. اليوم حنا نتغنى فيها يعني من تقريبا حوالي 30 سنة إلى 40 سنة. أنا أقول أنه مثل هذا المكتسب أتمنى من أمانة الاتحاد العرب الخليجي لكرة القدم أن يتبنى مثل هذه المبادرات، وأن يقدم أيضا حلول وخطوط عريضة جدا يخدم فيها المصلحة العامة لتعود بالفائدة على منطقة الخليج بشكل عام تحديدا في كرة القدم. أبو جاسم، أنا يعني تعقيبا على كلام كابتن خالد، هي رسالة أيضا للاعبين الجدد الأجيال الجديدة. أنا لعبت 4 بطولات خليج. أول بطولة شاركت فيها بعد عودة العراق لبطولات الخليج كانت خليج 17 اللي كانت في الدوحة حقيقة. ومن الأشياء اللي أذكرها أنه كان هناك لائحة شرف، يعني خليها في الاستقبال بالريسبشن الفندق، لائحة شرف بالهدافين، باللي يعني أحرز أفضل حارس، أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب، والمنتخبات اللي أحرزت البطولات. فأنا وأنا أتفرج أدور على حراس مرمى العراق منو اللي حصل على جائزة أفضل حارس في هذه البطولات. فشفت أنه كان الكابتن رعد حمودي والكابتن فتاح نصيف. فكانت أمنيتي أنه أكون في، وهاي حقيقة يعني كنت أمنيتي أنه أكون في لائحة الشرف هذه البطولة. لعبت بطولة أولى وبطولة ثانية وبطولة ثالثة، لكن بالبطولة الرابعة أحرزت أفضل حارس خليجي ودخلت بلائحة الشرف. القضية كلها أنه كيف أنه يكون عندك طموح من خلال هذه البطولة، كيف تبرز إمكانيتك، كيف أنه أنت تجتهد ويكون عندك هدف واضح من خلال هذه البطولة تقدر تحصل على مستوى جيد أيضا على الألقاب. أبو جاسم، أنا أشوف هذه البطولة أسهل بطولة تقدر تطلع فيها لاعبين مميزين. ليش؟ لأن غالب بالسابق اللاعب بالغصب يلعب، لأن كل الفرق تشارك بالفريق الأول، اللاعب ينطر فرصة لو يشارك دقيقة بالسابق. الحين أغلب الفرق جايين بفرق فريق جديد مجدد، أغلب لاعبينهم مو مشاركين في بطولة كأس الخليج، فهني إظهار المواهب، إظهار اللاعبين والنجوم في هذه البطولة أسهل من السابق. الحين اللي على اللاعب ليش ما ذكر أخوي نور أنه لازم اللاعب يحط له طموح، أن أنا أشارك حتى لما تكون بديل، تدش الملعب تكون مركز داخل الملعب. أنا أذكر خليجي دورة خليج الثامنة مؤيد الحداد كان ينزل بديل وخذ أفضل لاعب في كأس الخليج. ليش؟ كان عنده طموح وكان يداش الملعب يدور فرصة انه يلعب. الحين اغلب اللاعبين جدد، اغلب اللاعبين صغار في جميع الفرق، ان كل واحد يبرز نفسه ويبرز نجوميته من المباريات. كابتن جمال، ايضا حتى الان المنتخبات صارت متساويه. اول مثلا العراق والكويت كانوا فارقين عن البقيه، صح. يعني اذكر كان على سبيل المثال الامارات وعمان قطر يجون في المرتبه الثالثه مش الثانيه. الان الكل متساوي، حتى في البطوله الان ما تعرف من ترشح في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. الان اصبحت الفرق كلها متساويه. اذا اللاعبين الصغار اللي يتكلم عن خالد او اللاعبين الجدد ما عندهم عذر انهم يثبتون نفسهم او يحققون بطوله لبلدهم ويحققون اسمهم ايضا في تاريخ هذه البطوله. من الاسماء اللي احنا حبيناها وكنا دائما نفرح لما نشوفه ويلعب كرة قدم مسكين الجنة. نور، اشوفك تصور التقرير. احنا ابو هيا بالنسبه لنا ايقونه كبيره، يعني انا حتى ما اريد اباع التقرير لانه يألمني حقيقه. احنا كنا
الموت حق، ولكن مرات انت تبدي رغم ذلك تنصدم و يعني او تتفاجئ بتفقد واحد من الناس اللي احنا كنا لما نيجي احمد راضي كنا احنا نجوم نختفي. خلاص احمد راضي بقى ايقونه لحد ما مات او الله اخذ امانته، بقى احمد راضي حقيقه حتى الالسن تتلعثم وقت ما نتكلم عن ابو هيا. لذلك الرحمه والغفران الى روحه. هو اريد اذكر موقف، هو قبل ما يتوفى بفتره بسيطه كلمني عن قضيه، كنت جالس معه كنا حاضرين مباراه اعتزاليه وهو كان موجود، فكلمني عن موضوع بسيط جدا، شفته يبتسم وهو على طول انتم تعرفوه جدا، هو يبتسم وكوميدي ويضحك مع الجميع. قال لي نور حاول لا تزعل احد ولا تزعل من احد، وتصالح ويا نفسك وتصالح مع الناس، ترى الدنيا خلصانه والله العظيم. وهذه وبعدها فتره هو فارقنا وراح الى دار حقه. لذلك الم كبير واحنا نتحدث عن ابو هيا، بالتالي يبقى ايقونه واحنا نفتخر به كعراقيين اولا، واكيد كعرب. هداف كان كبير ابو هيا احمد راضي. احنا عرفنا احمد راضي مش بس كنجم في منتخب العراق، عرفنا نجم حتى عندنا في بطولاتنا في دورينا، عرفناه باخلاقه. خالد صحيح لعب في الدوري، لعب في نادي الوكره، لعب في نادي العربي، وانت يعني تعاملت معه. لاعب خالد يمتلك كل الامكانيات كلاعب متكامل ونجم كبير، يعني في قيمه احمد راضي. يعني اللاعب ليس فقط في ارض الملعب، اللاعب اللي هو يكون قدوه، اللي انت لما تتكلم عليه مثل ما يتكلم اليوم الكابتن نور صبري وغيره من نجوم، جميع النجوم الموجودين الصراحه في جميع الخليج والوطن العربي، تكلم عن نجم يمتلك ذيك الاخلاق اللي انت تقتدي بها كاخلاق موجوده، الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. تتكلم عنه فنان لاعب. يعني انا اتذكر دائما الهدف اللي سجله علينا في كلكتة، اللي كنا على ضوءها نتأهل احنا فيها لكأس العالم، الهدف اللي حطاه من فوق يونس من الزاوية الضيقة وبالرأس. يعني حلمة قيمة فنية موجودة عنده بشكل كبير. لهذا السبب هو انتقل الصراحة حتى مع الأندية، سواء كانت في العراق أو سواء كانت عندنا حتى موجودة في العربي والوكرة، لما لعب وياهم. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. احمد راضي ترى من الشخصيات الرياضيه اللي كان عنده امل وطموح وهدف ان العراق يستضيف كاس الخليج، فاحنا نقول الله يرحمه ويغفر له. الان احنا نذكر التاريخ، لما نقول بطولات كاس الخليج لابد نذكر اسماء، نذكر النجوم اللي ابدعوا وتالقوا وعرفناهم من هذه البطولات وانطلقوا من خلالها ووصلوا الى العالميه مع منتخباتهم الوطنيه. فاحنا نقول ان شاء الله ان احنا اليوم في البصره، لكل من كان يحلم يقول ان متى البصره او العراق يستضيف كاس الخليج، احنا موجودين الان في البصره في اول يوم وصول، والافتتاح باذن الله تعالى يوم 6 يناير، يعني بعد يومين ان شاء الله. ماجد المنصوري راح في اللوبي عندنا في فندق البصره الدولي وسوى مقابله سريعه.